تخيل كده معايا، في يوم من أيام سنة 1956 شركة اسمها IBM قررت تعمل جهاز يخزن بيانات. بس الجهاز ده كان طالع من مصنع، مش من محل إلكترونيات. أول هارد ديسك في العالم اسمه كان IBM 305 رقم أك، وكان وزنه حوالي 1000 كيلو جرام، يعني طن كامل يا معلم. وكان محتاج كرين رافعة علشان يشيلوه، وكانوا بينقلوه على عربية نقل مخصوصة. وتيجي تقولي طب تمام، بيشيل كام؟ 5 ميجا بايت بس، يعني أقل من صورة واتساب بجودة عالية النهاردة. الفلاشة اللي حجمها قد ضوافرك بتشيل أكتر من 100 ألف مرة المساحة دي. والهاردتك دلوقتي بتوصل ل 10 تيرا بايت وانت قاعد في بيتك عادي. شايف التطور عامل ازاي؟ من طن كامل لحاجة تقدر تشيلها في سلسلة المفاتيح بتاعتك. كل ده حصل في أقل من 70 سنة، واللي جاي أسرع بكتير جدا.